عندنا الشركه دي موجود فيها فايل سيرفر. الفايل سيرفر دي تقريبا فيه 4 تيرا بايت داتا. طيب عندنا طبعا اكتف دايركتوري. الاكتف دايركتوري فيه كل اليوزرز اللي موجودين، وعندنا الهيد اوفيس. الهيد اوفيس ده فيه ديبارتمنت، هو ده فيه معظم الناس، وبس برضه عندنا بعض السايتس موجوده بره الهيد اوفيس. كل سايتس من دول موجود فيه بعض الناس جوه الشركه بتشتغل على الفايل سيرفر من خلال الفي بي ان. يعني الاي تي فاتح لهم سيشن في بي ان بيدخل من خلال على الفايل سيرفر، وفي بعض الناس فتح لها ريموت ديسكتوب على جهاز جوه الشركه علشان يقدر ان هو يشتغل على الفايل سيرفر. طيب الفايل سيرفر ده بيحتاج ايه عشان يشتغل؟ الستاندرد بتاع اي شركه لو انا عندي فايل سيرفر طبعا محتاج الداتا سنتر، وبالتالي محتاج هاردوير. تمام. محتاج طبعا اوبريشن، قسم الاي تي لازم يوبريت الموضوع دوت. محتاج مونيتورنج، اكيد لازم بشكل مستمر يتبص على السيستم الفايل سيرفر. طبعا محتاج الباك اب بشكل يومي وبشكل اسبوعي وبشكل شهري، وطبعا عشان لو حصل اي حاجه في الداتا او اي ملف ضاع يقدر يجيبه على طول. طيب لو انا عندي دلوقتي الشركه دي عندها مايكروسوفت 365، ازاي نقدر نحل مشكله زي دي او نحل حاجه زي كده؟ وقف الفيديو زي ما احنا متعودين وفكر في الموضوع وارجع لي. طيب بعد ما فكرت في الموضوع، انا بما ان انا عندي مايكروسوفت 365 يبقى انا على طول عندي شيربوينت. تمام. طيب انا عندي شيربوينت، ازاي يفضل عندي فايل سيرفر؟ ما ينفعش. الشيربوينت هو دوكيمنت مانجمنت سيستم على المقام الاول، يعني هو مسؤول دايما على ان انت تقدر تلم فيه كل الملفات بتاعك. طبعا استخدامات الشيربوينت كتيره، بس احنا هنتكلم دلوقتي على الفايل سيرفر. طب هل انا اقدر الغي الفايل سيرفر واستعين بيه بالشيربوينت؟ اه طبعا، حل ممتاز وحل سحري لكل حاجه. ازاي نقدر نستخدم الفايل سيرفر ونرفع الفايل سيرفر ده على الشيربوينت؟ هنتكلم بسرعه، طبعا الموضوع فيه تفاصيل لكن هنتكلم بسرعه جدا بمنتهى البساطه. هنبدا اول حاجه نعمل حاجه اسمها بيرميشن ماتريكس. بيرميشن ماتريكس دي هنتكلم فيها، هي الحل السحري او المفتاح السحري عشان تعمل مايجريت من الفايل سيرفر على الشيربوينت. بتعمل بيرميشن ماتريكس عشان تقدر تقول مين بيشوف ايه. بعد كده بتبدا ترفع الفايل سيرفر ده في سبرنتات، في فيزز. تاخد قسم، حتى ما ترفعش القسم كله، تاخد جزء من قسم تبدا ترفعه اكوردنج البيرميشن ماتريكس على الشيربوينت. تمام. بعد ما ترفع القسم ده على من الفايل سيرفر على الشيربوينت، بتبدا تلغي الشير ما بين مع القسم دوت، وتبدا تشغل القسم على الشيربوينت على الحته دي. تمام. وتبدا تتست وتشوف هو عمل ايه. بعد كده تبدا تزود وتدخل اللي بعده واللي بعده واللي بعده. طيب في بعض الشركات تقول لك لا انا مش عاوزه الشير بوينت الداتا بتاعتي تبقى الشير بوينت كلها. اقول لك مفيش مشكله، بعد ما ترفع الداتا على الشير بوينت، بعد ما ترفعها ما ينفعش من هنا، لازم ترفعها الاول على الشير بوينت. ابدا اعمل سينك من الشير بوينت ده على فايل سيرفر داخلي عندك. طيب هو الاساس فين؟ الاساس في الشير بوينت مش الاساس في الفايل سيرفر، بس انا عندي نسخه احتياطيه تحت. ده مجرد اطمئنان، لكن هو ما انا شايف ان هو ملوش لازمه قوي، لكن ده مجرد اطمئنان. انا عندي النسخه ديت ريتنشن فيها حوالي 60 يوم، وتقدر تزودها لغايه 180 يوم، وممكن تريكوست من مايكروسوفت تزودها لغايه سنه قدام. معنى كده ان انت تقدر ترجع للفايل الممسوح في اي وقت. لكن برضه عشان لو انت عاوز تخلي نسخه عندك مفيش مشكله، بعد ما ترفع الداتا على الشير بوينت سينك الداتا على فايل سيرفر تحت عشان تبقى عندك احتياطي. طيب بالنسبه للناس اللي في السايتس او الناس اللي عاوزه تشتغل اوف لاين، اصل في الحاله ان انا رفعت الداتا على الشير بوينت يبقى الناس هتشتغل اونلاين. ما ينفعش اللي يشتغلوا اونلاين من على البراوزر. طيب هنفترض نقول لك لا، طب انا دلوقتي راجل بشتغل اون ديلي بيزنس وبطلع من المكتب والانترنت عندي مش ستيبل، طب اعمل ايه؟ اقول لك مفيش مشكله، هتاخد الحته اللي هو بيشتغل عليها، ما تنزلوش الشير بوينت كله عنده، خد الدي تو دي اوبريشن بتاعته وخد الحته الصغيره بتاعته، لان بمنتهى البساطه ممكن اجمالي الداتا اللي بيشتغل عليها 2 تيرا، هو اللابتوب بتاعه مش هيستحمل 2 تيرا. فانت خد الحته الصغيره اللي هو بيشتغل عليها بره المكتب، اعمل لها سينك معاه مع الديفايس بتاعه على اساس ان هو يشتغل بره المكتب، واول ما الانترنت بيرجع بيرفع على طول على الشير بوينت ويسمع معاه. طبعا ده سيناريو سريع جدا. الفايل سيرفر مع الشير بوينت طبعا في تفاصيل كتيره، في حاجات كتيره، بس ده سريعا نقدر ازاي نلغي الفايل سيرفر. لو انا عندي مايكروسوفت 365 وعندي شير بوينت، ازاي الغي الفايل سيرفر واطلعه على الشير بوينت.
لو عندك بزنس كيس معين او سيناريو معين ابعتها لي، هنقعد نحللها بالمنظر دوت، وازاي نقدر نعملها باستخدام مايكروسوفت 365.